تاريخ وحضارة. إضاءات من التراث العمراني واللامادي للمملكة المغربية الشريفة. تاريخ وحضارة. إعداد وتقديم زكي حداد. إخراج حمزة محبوب. سلام الله عليكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في جولة حضارية جديدة. لعبت الهجرة عبر التاريخ دورا أساسيا في التأثير والتبادل الثقافي بين الشعوب، إذ لم تكن مجرد انتقال للأفراد من مكان إلى مكان، بل كانت أيضا انتقالا للأفكار والعادات واللغات والمعارف. فالمهاجرون يحملون معهم عناصر من ثقافتهم الأصلية، ويحتكون بثقافات المجتمعات المستقبلة، مما يؤدي إلى تفاعل متبادل يثري الطرفين. وقد ساهمت الهجرات في انتشار العلوم والفنون والحرف والتقاليد الاجتماعية، كما أدت إلى ظهور أنماط ثقافية جديدة تجمع بين مكونات متنوعة. وفي المقابل يكتسب المهاجرون عادات وقيما جديدة من المجتمعات التي يستقرون فيها، فينشأ نوع من التبادل الثقافي والحضاري يعزز التفاهم بين الشعوب ويسهم في تطور المجتمعات. لذلك تعد الهجرة جسرا للتواصل الإنساني ووسيلة مهمة لنقل التراث المادي واللامادي عبر الأجيال والحدود. وقد عرف المغرب هجرات متنوعة عبر العصور، لعل من أهمها الهجرة الأندلسية إلى شمال المغرب، التي تعد من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ المنطقة وحضارتها. فبعد سقوط المدن الأندلسية تباعا، وخاصة بعد سقوط مملكة غرناطة سنة 1492 للميلاد، استقر عدد كبير من الأندلسيين في مدن شمال المغرب مثل تطوان وشفشاون وطنجة والعرائش، وحمل هؤلاء معهم خبرات واسعة في العمران والفلاحة والصناعة والتجارة والفنون والعلوم، فأسهموا في ازدهار المدن المغربية وتطويرها، كما أدخلوا أنماطا معمارية لا زالت ظاهرة في المنازل والأزقة والحدائق، إضافة إلى تأثيرهم في الموسيقى الأندلسية والطبخ واللباس وبعض العادات الاجتماعية. ولم يكن التأثير في اتجاه واحد، بل حدث تفاعل حضاري بين الوافدين الأندلسيين وسكان المغرب المحليين، فقد اندمج الأندلسيون تدريجيا في المجتمع المغربي، واكتسبوا من تقاليده ولهجاته وأساليب عيشه، بينما استفاد المغاربة من معارفهم ومهاراتهم. ومن هذا التفاعل نشأت شخصية ثقافية متميزة لا زالت آثارها حاضرة إلى اليوم، خاصة في شمال المغرب. ولكل حضارة بصمتها، ولكل لقاء بين الشعوب أثرا لا يقتصر على العمران أو العادات، بل يمتد إلى الكلمات التي نتبادلها في حياتنا اليومية. فاللسان المحلي ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو سجل يحفظ آثار الرحلات والهجرات والتجارة والتعايش بين الثقافات، فتختلط فيه المفردات وتتلاقح التعابير ليحكي تاريخا من الانفتاح والتفاعل الإنساني. في حلقة اليوم من برنامج تاريخ وحضارة نقتفي أثر هذا التبادل الحضاري في لغة الناس، ونكتشف كيف أصبحت بعض الكلمات التي نرددها كل يوم شاهدا على قرون من التواصل بين الحضارات. وإذا كان للتبادل الحضاري بصمة في اللسان أينما حل، فإن بعض المدن المغربية كانت أوفر حظا من غيرها، لما شهدته من تعاقب للحضارات وتوافد للشعوب. ومن بين هذه المدن تبرز مدينة تطوان، التي شكل موقعها الاستراتيجي وما عرفته من هجرات، ولا سيما الهجرات الأندلسية، فضاء رحبا للتلاقي الثقافي واللغوي، فامتزجت على أرضها الألسن وتبادلت الكلمات والتعابير، حتى أصبح اللسان التطواني مرآة لذاكرة حضارية غنية تختزن في مفرداتها آثار الأندلس ونفحات المغرب وصدى التواصل بين الضفة الأخرى للمتوسط.
ومع الدكتور محمد رضا بوتشار أستاذ التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، نتعرف على تميز اللسان التطواني. لا مراء في أن اللهجة التطوانية لهجة مغربية في غاية من الفرادة والتميز، ليس فقط على المستوى الوطني وإنما كذلك على مستوى شمال المغرب، بحيث لا تحتاج الأذن الصاغية إلى وقت طويل لتمييزها عن غيرها لما تنفرد به من خصائص صوتية وصرفية ومعجمية. وما يمكن أن نقول على سبيل الاستهلال وأن هذه اللهجة تعكس بوضوح استمرار الامتداد الحضاري الأندلسي في بلاد المغرب، وما تطلع به هذه اللهجة من حفظ للذاكرة التاريخية. وإذا كان لديه القول بأن هذه اللهجة هي لهجة أندلسية، فإنها لم تكن بطبيعة الحال في منأى عن تأثيرات روافد أخرى، بخلاف لهجة مدينة فاس التي تعد أو تصنف تاريخيا لهجة عربية حضارية عرفت تأثيرات أندلسية. ويتشكل المعجم التطواني من طبقات لغوية تاريخية، فإلى جانب العربية والريفية يمكن أن نتحدث عن تأثيرات أجنبية. التأثير الإسباني وهو ينقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى مع مجيء الأندلسيين المهجرين بين سنتي 1609 و 1614 الذين أجبروا في أواخر عهدهم بالأندلس على التخلي عن العربية وتعلم القشتالية، فنقلوا معهم عبارات ومصطلحات عديدة. والأمر لا يقتصر فقط على تطوان إنما على مجموع التراب المغربي، بحيث يمكن القول إن تأثير اللغوية الإسبانية أقدم بكثير من نظيره الفرنسي سواء بتطوان أو بباقي مدن ومناطق المغرب. وتنقسم هذه الكلمات الإسبانية إلى قسمين أو إلى صنفتين: كلمة إسبانية أصيلة مثل الرويضة، مثل كلمة روينة، كلمة السيمانة، وكلمات إسبانية ذات أصل عربي وعادت إلى المغرب بقالب جديد مثل الصباط، وكلمة الإسبانية ثاباتو والذي أصله الثبت، وكلمة القميجة أو القامجة بلهجة وسط المغرب التي تنحدر من كلمة قميص قميصة الإسبانية التي بدورها تعد كلمة قميص العربية. وفي تطوان تستعمل بعض الكلمات الفريدة من نوعها مثل كلمة الرضومة التي تعني القارورة، والجدير بالذكر أن كلمة الرضومة الإسبانية تنحدر من جانبها كذلك من كلمة الرطوم العربية. أما التأثير الإسباني الثاني فيعود إلى المرحلة الحماية الإسبانية، حيث ترسخت بهذه المدينة بعض العبارات التقنية والاجتماعية والمستحدثات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مثل كلمة كاريتيرا التي تعني الطريق الإسفلتي، وكلمة أمايا وهو اسم علم مؤنث حملته أول مصبانة بتطوان، فصار يطلق مع الوقت على المصبانة عموما. إلى جانب التأثير الإسباني يمكن أن نتحدث كذلك عن التأثير العثماني، بحيث انضافت إلى اللهجة التطوانية كلمات تركية عثمانية مثل البقلاوة، مثل كلمة الخدمي وكلمة الدوري، في حين يمكن نقول أن اللهجة التطوانية ظلت تستعمل العديد من العبارات العربية الفصيحة في الحياة اليومية مثل كلمة نعم بدلا من يه أو وهذا فقط نموذج مما يجعل من اللهجة التطوانية مفهومة أكثر عن غيرها لدى المشارقة. إذا كانت المفردات والتعابير تكشف لنا جانبا من أثر التبادل الحضاري في اللسان المحلي، فإن لهذا الأثر وجها آخر لا يقل أهمية يتمثل في موسيقى اللهجة ونبراتها وإيقاعها، فطريقة النطق وامتداد الأصوات وكيفية أداء الكلمات كلها عناصر تشكل هوية اللسان وتحمل في ثناياها بصمات التاريخ وما عرفته المدينة من تلاقح بين الثقافات. في المداخلة التالية دائما مع الدكتور محمد رضا بوتشار نقترب من هذا الجانب الصوتي في اللهجة التطوانية. فيما يخص الخصائص الصوتية يمكن القول أن تميز اللهجة التطوانية لا يكمن في جميع التركيب إذا ما كتبت وقرأت فقط، وإنما في لكنتها وطريقة نطقها المميزة جدا. وهنا نتحدث أولا عن عذوبة ورقة وحلاوة اللسان التطواني الذي يعكس تجربة حضارية وتقاليد مدينية راسخة واتزانا وهدوءا في الشخصية، ويظهر ذلك جليا في نطق الكلمات وفي الترتيب الموسيقي المنساب للجمل. ونقدم في هذا السياق 3 ظواهر صوتية من بين ظواهر أخرى كثيرة وعديدة في مقدمتها
الإمالة التي تعني أن ينحو النطق الألف منح الياء وأن تميل الفتحة نحو الكسرة، وهذه ظاهرة مألوفة في جميع المناطق المغربية التي استوطنت بها الجماعات الأندلسية المهاجرة، كما أنها تشبه الصوتيات السائدة في بعض المناطق العربية مثل بلاد الشام. ثانيا القاف والراء، ينطق أهل تطوان حرفي القاف والراء نطقا خاصا، بحيث ينطق سكان حضر تطوان القاف همزة رقيقة كحالي لهجة القاهرة المصرية، وإن كانت بعض العائلات تصر على تلقين أبنائها نطق القاف فصيحة من مخرجها صحيح. أما الراء فلها نبرة خاصة تميل إلى الترقيق والتسهيل، تكاد تقترب من منزلة بين الهاء والغين، عكس الراء الشفشونية التي تنطق غينا صريحة. أما الظاهرة الثالثة فهي الإدغام، مثلا أهل تطوان ينطقون عنده عنده وبعضهم بعضهم، حيث تختفي هاء الغائب في المفرد والجمع، وتختفي النون تماما من عبارة مثلا من وراء الباب التي تصير مر الباب، وكذلك في فعل استطاب الذي صار اسطاب بإسقاط الهمزة واختفاء التاء. الظاهرة الصوتية الثالثة هي الحركية مقابل التسكين، بحيث تمتاز اللهجة التطوانية باستعمال الحركات القصيرة بدلا من التسكين الشائع في لهجات وسط وجنوب المغرب. فيقول أهل تطوان الخدمة بدلا من الخدمة، وتفاحة بدلا من تفاحة. التفاعل الحضاري يؤثر في الخصائص الصرفية لأي لغة أو لهجة، وإن كان تأثيره أقل وضوحا من تأثيره في المفردات، ولكنه يظهر في عدة مظاهر، منها دخول كلمات أجنبية ثم تكييفها صرفيا بحيث تخضع لقواعد اللغة المحلية في الجمع والتصغير والنسبة والتأنيث، فتصبح جزءا من بنيتها اللغوية. ونعود مرة أخرى إلى الدكتور محمد رضا بوتشار، أستاذ التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. أما بخصوص الخصائص الصرفية فهي كثيرة ومتعددة، أذكر منها التصغير، بحيث يلاحظ الاستعمال الواسع في لسان التطواني لصيغة التصغير من أجل التجميل والتمليح، وكذلك من أجل التودد وإبداء الإعجاب. وهذا أثر أندلسي واضح يعود في الأصل إلى اللغة الرومانثية أي الإسبانية كما كانت في العصر الوسيط، ما دامت هذه اللغة أو الإسبانية تتميز بكثرة لواحق التصغير. ومثاله في اللهجة التطوانية أو في اللسان التطواني البنت التي تصبح البنيتة أو البنيوتة. الخاصية الثانية هي صيغ التكبير والمبالغة، بحيث نجد لاحقة التكبير بإضافة الواو والنون في آخر الأسماء، وهي صيغة مستوحاة كذلك من الإسبانية من لاحقة أون، مثلا مناداة سعيد بسعدون. الخاصية الثالثة الابتداء بالكاف في الفعل المضارع، فيقال في تطوان كنكتب، في حين أن كثيرا من الحواضر والبوادر المغربية تستعمل التاء بدلا من الكاف أي تنكتب. وتوجد خاصية أخرى بيد أنها آخذة في التراجع مع الجيل الحالي، وهي الاستعمال الواسع للأمثال العامية. وتتميز البيئة الثقافية التطوانية بمزيج جميل وفريد بين الأمثال المغربية المحلية والأمثال الأندلسية التي تصاغ بأسلوب رقيق جميل يعكس الحكم والخبرات والتجارب الحياتية، من دعوة إلى التريث والحذر وحسن التدبير والمعاملة، علاوة كون هذه الأمثال تعكس التقاليد الحضارية للمدينة ونظرة أهلها إلى المجتمع. من أقدم هنا النموذج المثل الشهير حبك القمر بكماله أشدك النجوم إذا مالوا، وهو يصب في معنى قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. جولاتنا الحضارية بمدينة تطوان لا زالت مستمرة. في الأسابيع القادمة بإذن الله سنتعرف على أثر الهجرات الأندلسية في الحياة الاجتماعية والعمرانية للمدينة، فكونوا في الموعد. تاريخ وحضارة.
إضاءات من التراث العمراني واللامادي للمملكة المغربية الشريفة. تاريخ وحضارة. إعداد وتقديم زكية حداد.